أهلا بكم أبطال سنة 6. النهاردة هناخد الدرس الثالث في الوحدة الأولى بعنوان المناخ والنبات الطبيعي في وطننا العربي. في الأول المناخ طبعا خدناها قبل كده في السنين اللي فاتت، هو وصف حالة الجو خلال فترة زمنية طويلة، فصل أو سنة. يعني لما أجي أقول السنة اللي فاتت كان الصيف صعب جدا، او لما اجي اقول الشتاء السنه دي في مطر اكتر من السنه اللي فاتت، يبقى انا بوصف حاله الجو في خلال ايه؟ فتره زمنيه طويله، سنه او فصل. وصف حاله الجو خلال فتره زمنيه طويله، فصل او سنه، من حيث درجه الحراره والرياح والامطار. طيب، بيقول لي ادى تنوع المناخ، لما بقى فيه تنوع مناخ في الوطن العربي أدى إلى تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات البرية والأنشطة الاقتصادية المختلفة. ما النتائج المترتبة على كده؟ إيه النتائج اللي حصلت أو إيه اللي حصل لما بقى فيه تنوع مناخ وبقى فيه نباتات متنوعة وفيه حيوانات برية متنوعة وفيه أنشطة اقتصادية، زراعة وصناعة وتجارة وسياحة وكل ده كله؟ قال لي يعزز من تحقيق التكامل بين دول الوطن العربي. يعني مثلا في دول عندها الزراعة أكتر من دول تانية، فتصدر محاصيل للإيه؟ للدولة التانية. طيب، دولة بتصنع حاجات وفي دولة ما بتصنعش، فالدولة اللي بتصنع تدي سلع لمين؟ للدولة اللي ما عندهاش صناعة، فيحصل إيه؟ تكامل. ده بيشتري من ده وده بياخد من ده، فبيحصل إيه؟ تكامل. يبقى يعزز من تحقيق التكامل بين دول الوطن العربي. طيب، بيقول لي العوامل المؤثرة في مناخ الوطن العربي. ايه هي العوامل او الاسباب اللي بتأثر في مناخ الوطن العربي؟ قال لي رقم 1 الموقع الفلكي. الموقع الفلكي بتاع الوطن العربي اللي هو خطوط الطول ودوائر العرض. الموقع بالنسبة للمسطحات المائية، المناطق القريبة من البحر او من المحيط او البعيدة، سواء القرب او البعد، ده بيأثر في المناخ. ومظاهر السطح، لو في جبال، في هضاب، في كلام من ده، بيأثر برضو على المناخ. نشوف اول حاجة الموقع الفلكي. بيقول لي يؤثر الموقع الفلكي في المناخ. دلل، اثبت الكلام ده. اقول له بترتفع درجات الحرارة في المناطق القريبة من دائرة الاستواء. احنا قلنا دائرة الاستواء بتعدي في جنوب الوطن العربي، يبقى جنوب الوطن العربي بترتفع فيه ايه؟ درجات الحرارة، لانه قريب من دائرة الاستواء. طيب، تنخفض درجات الحرارة تدريجيا كلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء شمالا او جنوبا. لذلك يسود المناخ الحار معظم انحاء الوطن العربي ما عدا الاجزاء الشمالية، فتتميز بمناخ معتدل. يبقى معظم انحاء الوطن العربي كله مناخ حار، مناخ حار، نظرا لمرور دائرة الاستواء في جنوبه، ونظرا لان اغلبيته صحراء. تمام، فبيقع في الاقليم طبعا الصحراوي معظم الاراضي بتاعت الوطن العربي. اما الحتة الشمالية اللي هي على البحر المتوسط دي ايه؟ بتعتدل المناخ فيها. بعد كده بنشوف الموقع بالنسبة للمسطحات المائية. قال لي المناطق القريبة من المسطحات المائية زي البحار، المحيطات، تتميز باعتدال المناخ زي مدينة الإسكندرية. والمناطق البعيدة عن المسطحات المائية اللي هي المناطق الداخلية تكون شديدة الحرارة صيفا وشديدة البرودة شتاء، زي مدينة الرياض في السعودية. طيب، رقم 3 مظاهر السطح.
بيقول لي تؤثر مظاهر السطح في مناخ الوطن العربي من حيث الارتفاع واتجاه الكتل الجبلية. الارتفاع بيقول لي تنخفض درجة الحرارة درجة مئوية واحدة كلما ارتفعنا 150 متر عن مستوى سطح البحر. ما النتائج المترتبة على الكلام ده؟ كلما ارتفعنا 150 متر عن مستوى سطح البحر بتقل درجة الحرارة درجة واحدة. ايه اللي حصل؟ اقول له تغطي الثلوج بعض القمم العالية زي جبال لبنان، زي جبال لبنان. طيب اتجاه الكتل الجبلية بيقول لي يؤثر اتجاه الجبال في توزيع كمية المطر. دلل، اثبت الكلام ده. اقول له السفوح اللي هي جوانب الجبال المواجهة للرياح المحملة ببخار الماء تسقط عليها امطار غزيرة. طب والجوانب بقى التانية اللي هي مش مواجهة للرياح، اللي هي سفوح الجبال الداخلية غير المواجهة للرياح، تقل فيها كمية المطر. زي جبال أطلس تسقط عليها أمطار أكثر في السفوح المواجهة لإيه؟ للرياح. آدي الرياح جاية اهي الناحية دي، وادي الجبل الجانب ده هو المواجه للإيه؟ للرياح دي. فهنا تسقط الأمطار إيه؟ بغزارة. أما هنا تلاقي أمطار خفيفة الجانب التاني بتاع الجبل. تمام؟ طيب بيقول لي ثانيا الأقاليم المناخية في الوطن العربي. يعني إيه إقليم مناخي؟ بيقول لي مساحة من الأرض لها نفس الخصائص اللي بيحصل في هنا بيحصل هنا، لها نفس الخصائص المناخية من حيث الحرارة والمطر. بيقول لي 3 أنواع من الأقاليم: إقليم البحر المتوسط، الإقليم الصحراوي، الإقليم المداري. إقليم البحر المتوسط يعني مثلا مدينة زي اسكندرية، مدينة زي مطروح، مدينة زي بورسعيد. ال3 دول على ايه؟ على البحر المتوسط، يبقى لهم نفس الخصائص، يبقى هم واقعين في نفس الإقليم. لو المطر غزير يبقى في ال3 مطر غزير، لو الأمطار قليلة يبقى الأمطار قليلة في ال3 مدن، وهكذا. هو ده معنى الإقليم الايه؟ المناخي. نشوف الأول إقليم البحر المتوسط. اللي بالأخضر هو إقليم البحر المتوسط. آدي الأخضر اهي كلها هتلاقيها على البحر المتوسط. عندك مدينة الرباط في المغرب هيبقى زيها زي مدينة الجزائر، زيها زي مدينة تونس. دي مدن في دولة تونس، يعني تونس عاصمتها تونس، والجزائر دي برضه في الجزائر مدينة. في طرابلس في ليبيا لها نفس الخصائص. دي كلها على ايه؟ على اقليم البحر المتوسط. اسكندرية اهي، عندك في لبنان، عندك هنا في العراق. تمام؟ ده كله ايه؟ اقليم البحر المتوسط. عندك بعد كده اللي باللون الاصفر، اللي باللون الاصفر ده الاقليم الصحراوي. طبعا بص، اغلبية الوطن العربي كلها صحراء، فكل ده اقليم صحراوي. اقليم صحراوي، كل الاصفر ده اقليم صحراوي. يبقى هو الاقليم اللي بتقع فيه معظم الاراضي هو الاقليم الصحراوي. بعد كده اللي باللون البرتقاني ده الاقليم المداري. جنوب موريتانيا اهي، جنوب السودان، وادي الصومال، وادي اجزاء صنعاء من ايه؟ في اليمن. دي كلها اقليم مداري. طيب نشوف خصائص كل ايه؟ كل اقليم. ادي اقليم البحر المتوسط. طبعا الموقع بتاعه يمتد في الاجزاء الشماليه عشان البحر المتوسط شمال الوطن العربي. يشمل بعض المدن العربيه زي بيروت في لبنان، طرابلس في ليبيا، مدينه تونس في دوله تونس،
طيب الخصائص المناخية بتاعته بيقول لي في فصل الصيف يتميز بارتفاع درجة الحرارة، وفي فصل الشتاء يتميز باعتدال درجة الحرارة وسقوط الأمطار. يبقى في الشتاء بتسقط الأمطار، وفي الصيف يتميز بارتفاع درجة الحرارة. طيب النباتات الطبيعية والحيوانات البرية في إقليم البحر المتوسط. بيقول النبات الطبيعي هو النبات الذي ينمو دون تدخل من الإنسان. يعني النبات اللي بيتزرع لوحده، اللي بيطلع لوحده، الإنسان ما زرعهوش. مش زي مثلا محصول الطماطم، الإنسان بيزرعه وبعد كده يحصده. لا، النبات الطبيعي ده بينمو لوحده دون تدخل من الإنسان. والحيوان البري هو الحيوان الذي يعيش في بيئة طبيعية دون تدخل أو رعاية من الإنسان. مش قطة هو بربيها يبقى ده حيوان بري، لا. مثلا زي الذئاب، الثعالب، دي حيوانات برية. طيب بيقول لي تنمو الغابات المعتدلة فوق المنحدرات الجبلية. يبقى الغابات المعتدلة في إقليم البحر المتوسط فوق المنحدرات الجبلية، فوق الجبال اهي. شايف الجبال اهي؟ كل دي غابات اهي، كل دي أشجار أشجار أشجار. طب ليه؟ بما تفسر. الغابات المعتدلة دي بتنمو فوق الجبال، فوق منحدرات الجبلية. قال لي لغزارة الأمطار، لغزارة الأمطار. من أهم أشجارها الزيتون والأرز. الزيتون والأرز، شجر الزيتون وشجر اسمه شجر الأرز. طيب تنمو به الحشائش المعتدلة اللي اسمها الاستبس، حشائش الاستبس التي تزدهر شتاء وتجف صيفا. يعني في الصيف بتجف النباتات دي، أما في الشتاء بتزدهر. وتربى عليها الأغنام والماعز. يبقى ده في إقليم البحر المتوسط. يبقى في إيه؟ في إقليم البحر المتوسط عندي غابات معتدلة تنمو فوق منحدرات الجبلية. ليه؟ عشان غزارة الأمطار. من أهم أشجارها الزيتون والأرز. وفي نفس الوقت برضو بتنمو الحشائش المعتدلة اللي هي الاستبس، بربي عليها الأغنام والماعز. طيب الإقليم الصحراوي، الصحراء. الموقع يقع بين إقليم البحر المتوسط شمالا والإقليم المداري جنوبا. بين الاتنين، بين إقليم البحر المتوسط وبين الإقليم المداري هتلاقي الصحراوي. ويسود في معظم أنحاء الوطن العربي. إيه الخصائص بتاعته؟ في فصل الصيف ارتفاع شديد في درجات الحرارة خاصة في النهار. الصحراء في الصيف بتبقى شديدة الحرارة. وفي الشتاء بتتميز بانخفاض شديد في درجة الحرارة خاصة في الليل. وبرضه في الشتاء بتلاقي بالليل انخفاض شديد في درجة الحرارة، تلاقي برودة شديدة في الشتاء. طيب النباتات الطبيعية والحيوانات البرية. بيختلف النبات الطبيعي حسب كمية المطر. دلل، اثبت الكلام ده. يقول يختلف النبات الطبيعي حسب كمية المطر. يبقى لو مطر كتير هينمو نبات، ولو مطر قليل هينمو ايه؟ نبات تاني. بيقول حيث تنمو الأعشاب القصيرة، الأعشاب القصيرة في المناطق قليلة المطر. يبقى لما المطر قليلة الأعشاب ايه؟ قصيرة. وتنمو النباتات الشوكية في المناطق نادرة المطر. نادرة المطر يعني ما فيش مطر خالص، تنمو النباتات الشوكية. بيقول يعيش بالإقليم الصحراوي حيوانات زي الزواحف، مثلا التعابين، الإبل اللي هي الجمال ودي أشهرهم، والغزلان والغزلان. بعد كده الإقليم المداري.
يقع في جنوب الوطن العربي. يقع في جنوب الوطن العربي. الخصائص المناخية بتاعته: في فصل الصيف بترتفع درجة الحرارة وتسقط الأمطار. يبقى هو عكس إقليم البحر المتوسط. في إقليم البحر المتوسط المطر الشتاء، في الشتاء. أما في الصيف في الإقليم المداري بتسقط الأمطار. طيب في فصل الشتاء يتميز باعتدال الحرارة وجفاف المناخ. يبقى في فصل الشتاء يتميز باعتدال الحرارة وجفاف المناخ، ما فيهوش امطار في الايه؟ في الشتاء. يبقى هو عكس اقليم البحر المتوسط. طيب النباتات الطبيعية والحيوانات البرية في الاقليم المداري، بيقول لي تنمو الغابات المدارية، من اسمه غابات مدارية، وتكثر بها اشجار الصمت. تكثر بها اشجار الصمت. اشجار الصمت دي بنستخرج منها حاجه الصمغ، اسمه الصمغ العربي. بنستخرج منه ايه؟ الصمغ العربي. الصمغ ده اللي احنا بنجيبه وبنلزق بيه الورق. ما النتائج المترتبه على نمو اشجار الصمت في الغابات المداريه؟ اقول له يستخرج من هذه الاشجار الصمغ العربي. وبرضه بتنمو حشائش اسمها حشائش السافانا. حشائش السافانا، وتتدرج في الطول، يعني مش كلها طول واحد. في حشائش طويلة وحشائش قصيرة وكده. بما تفسر ليه بتتدرج في الطول؟ اقول له حسب كمية المطر. حسب كمية المطر، فكلما زادت الامطار زاد الطول. كلما زادت الامطار زاد طول الايه؟ الحشائش. من اهم الحيوانات في الاقليم المداري الزراف، الاسود، النمور، الافيال. ايه ده جنينة حيوانات. فعلا هي بيتقال عليها جنينة حيوانات. الغابات المدارية تشبه جنينة الحيوانات. يقول لي بما تفسر؟ اقول له لان يعيش بها حيوانات زي الزراف والاسود والنمور والافيال، وتعيش جميعها في مناطق الايه؟ السافانا. تمام. طيب بعد كده بيقول لي تأثير المناخ على تنوع الأنشطة الاقتصادية في الوطن العربي. المناخ بقى بيأثر على الاقتصاد بتاع الوطن العربي ازاي؟ اقول له يؤثر تنوع المناخ. ان انا عندي اقليم بحر متوسط، ادي مناخ. الاقليم الصحراوي، ادي مناخ. الاقليم المداري، وده مناخ. ده كله عمل تنوع في الأنشطة الاقتصادية. تنوع في الأنشطة الاقتصادية، زي تنوع المحاصيل الزراعية من مكان لآخر. في حاجات بتتزرع في الإقليم الصحراوي، وحاجات بتتزرع في الإقليم البحر المتوسط، وحاجات بتتزرع في الإقليم المداري. طيب تنشيط السياحة البيئية. تنشيط السياحة البيئية، لما الناس تيجي السياح ويتفرجوا مثلا على الأسود والزراف والكلام ده في الغابة، جوه الغابة، دي اسمها السياحة البيئية. طيب تحقيق التكامل بين الدول العربية من خلال تبادل المحاصيل والمنتجات. يبقى المناخ، تنوع المناخ بيأثر على الأنشطة الاقتصادية. يقول لي بما تفسر؟ أقول له تنوع المحاصيل الزراعية من مكان لآخر، تنشيط السياحة البيئية، تحقيق التكامل بين الدول العربية من خلال تبادل المحاصيل والمنتجات. تمام. بيقول لي الحفاظ على الحياة النباتية والحيوانية مسؤولية بيئية. طيب نيجي لأسئلة الدرس. يقول لي يسود المنطقة رقم 1. ادي المنطقة رقم 1 اللي هي جنوب السودان، جنوب الوطن العربي. احنا قلنا جنوب الوطن العربي اقليم ايه؟ اقليم مداري. يبقى الاقليم المناخي المداري. بيقول لي تنتمي المدينة رقم 2. فين المدينة رقم 2؟ اهي.
إلى الإقليم المناخي شبه الاستوائي ولا البحر المتوسط ولا الصحراوي ولا المداري؟ أقول له الصحراوي. ليه؟ لأن المنطقة دي كلها صحراء، والمنطقة دي كلها صحراء اللي هي الإقليم الصحراوي، فدي في الصحراوي أي. طيب، صواب أم خطأ؟ تقع المنطقة رقم 3 أهي، 3 أهي، ده على البحر المتوسط، ده على البحر أهي، يبقى إيه؟ في إقليم البحر المتوسط. أقول له صح، صواب. يشير الرقم 4 آدي 4 إلى جبال تغطي الثلوج قمتها في الشتاء. احنا قلنا الجبال اللي بتغطي قمتها الثلوج في الشتاء هي جبال لبنان. هنا جبال لبنان، يبقى جبال لبنان. السؤال اللي بعده بيقول لي اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. أدى تنوع المناخ إلى تشابه النباتات الطبيعية في الوطن العربي؟ يعني تنوع مناخ هيؤدي لتشابه؟ لا طبعا، التنوع بيؤدي للتنوع، يبقى غلط. ساهم تنوع المناخ في تنوع الأنشطة الاقتصادية؟ صح. يساهم تنوع المحاصيل الزراعية في تحقيق التكامل بين الدول العربية؟ لما يبقى مثلا مصر عندها زراعة، بتزرع طماطم وبتزرع فواكه وبتزرع خضروات، هتدي مثل لدولة تانية ما عندهاش زراعة، فأنا عملت كده تكامل. يبقى تنوع المحاصيل الزراعية بيحقق التكامل بين الدول العربية. تختلف درجات الحرارة وكميات المطر بين الدول العربية؟ طبعا. دولة على البحر المتوسط هتلاقي الايه عندها مطر. طب دولة في اقليم صحراوي نادرة المطر او المطر قليل، فطبعا بتختلف. صح. يؤثر الموقع الفلكي في مناخ مصر؟ طبعا صح. يتأثر المناخ بالقرب والبعد عن المسطحات المائية؟ صح. تعد مظاهر السطح أحد العناصر المؤثرة في مناخ الوطن العربي؟ صح. تقل درجات الحرارة كلما اقتربنا من دائرة الاستواء؟ بتقل درجات الحرارة كلما اقتربنا من دائرة الاستواء؟ غلط، العكس، الحرارة بتزيد كل ما بقرب من دائرة الاستواء. المناطق الداخلية في وطننا العربي، المناطق الداخلية يعني البعيدة عن البحار عن المحيطات، بيقول لي تكون شديدة الحرارة صيفا وشديدة البرودة شتاء. صح. الإقليم الاستوائي أحد الأقاليم المناخية في الوطن العربي؟ احنا جبنا سيرة الإقليم الاستوائي ده في الدرس؟ لا طبعا، احنا قلنا إقليم بحر متوسط، إقليم صحراوي، إقليم مداري، ما قلتش إقليم استوائي، يبقى غلط. يضم وطننا العربي 3 أقاليم مناخية. تعال نعدهم: إقليم البحر المتوسط، الإقليم المداري، الإقليم الصحراوي، يبقى صح. يمتد إقليم مناخ البحر المتوسط في جنوب الوطن العربي؟ هو البحر المتوسط في جنوب الوطن العربي؟ طبعا غلط. تنمو أشجار الزيتون في الإقليم الصحراوي؟ هو الإقليم الصحراوي أصلا بينمو فيه أشجار؟ ده كلها نباتات شوكية ونباتات صغيرة كده. لا طبعا غلط. تربى الأغنام في الوطن العربي على حشائش السافانا؟ طبعا غلط، الأغنام على حشائش الاستبس. أظهر المصريون القدماء تقديرا للطبيعة وحرصوا على عدم الإضرار بها؟ صح. تنتمي مدينة الخرطوم إلى إقليم البحر المتوسط؟ مدينة الخرطوم دي في السودان، والسودان دي في جنوب الوطن العربي، يبقى هتبقى على إقليم البحر المتوسط؟ طبعا غلط. تعيش النمور والأسود في إقليم البحر المتوسط؟ لا طبعا، النمور والأسود في الإقليم المداري اللي هي جنوب الوطن العربي، يبقى العبارة غلط. السؤال اللي بعده بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. يعيش في إقليم المناخ المداري حيوانات زي الإبل، ده في الصحراء. الأفيال في الإقليم المداري. الأغنام والماعز دول في الإيه؟ في إقليم البحر المتوسط، يبقى الأفيال.
تسقط الأمطار الصيفية على مناطق إقليم البحر المتوسط. احنا عندنا في مصر، احنا على البحر المتوسط، هل الأمطار بتنزل في الصيف؟ لا طبعا. الإقليم المداري، الإقليم المداري عكس الإقليم البحر المتوسط. لو إقليم البحر المتوسط الأمطار في الشتاء، يبقى ده في الصيف. هو الإقليم المداري. ترتفع درجة الحرارة صيفا وتعتدل شتاء مع سقوط الأمطار. يشير الوصف إلى مناخ مين؟ الشتاء، سقوط الأمطار في الشتاء ده إيه؟ إقليم البحر المتوسط. وفي الصيف الحرارة مرتفعة. بيقول لي تنمو في إقليم البحر المتوسط حشائش الاستبس. يعيش في الإقليم الصحراوي حيوانات زي الزرافة. لا طبعا. الإبل، هي الإبل. ترتفع درجة الحرارة بشدة صيفا، بشدة، في الإقليم الصحراوي، الإقليم الجبلي، الإقليم البحر المتوسط، الإقليم المداري، طبعا في الإقليم الصحراوي. يستخرج من أشجار الصمغ. يتشابه مناخ دولتي الجزائر وسوريا في أن كليهما يتصف بنقط: سقوط الأمطار شتاء، سقوط الأمطار صيفا، ارتفاع الحرارة شتاء، سقوط الأمطار طوال العام. طب نشوف الجزائر وسوريا. الجزائر وسوريا دول في شمال البحر، في شمال الوطن العربي، يعني واقعين على البحر المتوسط. ومن خصائص البحر المتوسط ايه؟ سقوط الأمطار شتاء. يبقى سقوط الأمطار شتاء. ينتمي الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية إلى الإقليم. الجزء الجنوبي الغربي ده في اليمن، حتة اسمها صنعاء. وقلنا في اليمن في الجزء الجنوبي الغربي منها في الإقليم المداري، في الإقليم المداري. بعد كده بيقول لي بما تفسر ليه تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات البرية في الوطن العربي؟ أقول له بسبب إيه؟ بسبب تنوع المناخ في الوطن العربي. اختلاف درجات الحرارة من دولة إلى أخرى بالوطن العربي. ليه بتختلف درجات الحرارة؟ أقول له بسبب تأثر المناخ بعدة عوامل، اللي هي الموقع الفلكي والقرب أو البعد من المسطحات المائية ومظاهر السطح. ده كله بيأثر في المناخ، فبتختلف من دولة لأخرى. طب اعتدال مناخ مدينة الإسكندرية عكس مناخ مدينة الرياض، عشان اسكندرية قريبة من البحر، أما الرياض بعيدة عن البحر. أقول له لأن الإسكندرية من المناطق القريبة من المسطحات المائية، تتميز باعتدال المناخ. أما الرياض بعيدة عن المسطحات المائية، تكون شديدة الحرارة صيفا وشديدة البرودة شتاء. بيقول لي ليه تغطي الثلوج بعض القمم العالية بالوطن العربي؟ ليه التلج بيغطي الجبل، بيغطي الجبل في الوطن العربي؟ أقول له لانخفاض الحرارة درجة مئوية واحدة كلما ارتفعنا 150 متر عن سطح البحر. سطح البحر ده اللي بقيس منه الارتفاع بتاع الأرض. تمام؟ يعني أنا المقياس بتاعي سطح البحر، سطح البحر مش الأرض. أنا بقيس من سطح البحر. لما أقول الجبل ده بيرتفع عن سطح البحر، يبقى قصدي الارتفاع بتاعه. الأهمية الاقتصادية لإقليم البحر المتوسط. الأهمية الاقتصادية لإقليم البحر المتوسط. هو البحر المتوسط في إيه بيستخدم في الاقتصاد مثلا؟ أقول له تنتشر به أشجار الزيتون والأرز، وتنمو به حشائش الاستبس، وتربى عليها الأغنام والماعز. ده اقتصاد، مش زراعة بيتزرع فيه أشجار الزيتون والأرز، تمام، وبربي حيوانات زي الأغنام والماعز. ده اقتصاد. هي دي الأهمية الاقتصادية لإقليم البحر المتوسط. إيه هي أهمية أشجار الصمت؟ بستخرج منها إيه؟ الصمغ العربي. تعتبر حشائش السافانا حديقة حيوان طبيعية. ليه؟ أقول له ليعيش بها حيوانات زي الأسود والنمور والزراف والأفيال.
يبقى تعتبر حديقة حيوان طبيعية. بعد كده السؤال اللي بعده: ما النتائج المترتبة على تنوع المناخ في الوطن العربي؟ لما تنوع المناخ ايه اللي حصل؟ ايه اللي تنوع بقى؟ اقول له ادى الى تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات البرية والأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما ادى الى تحقيق التكامل بين دول الوطن العربي. لما يجي يقول لي ما النتائج المترتبة على مرور دائرة الاستواء جنوب الوطن العربي بالنسبة للمناخ، احنا قلنا كلما اقتربنا من دائرة الاستواء إيه اللي بيحصل؟ بترتفع درجات الحرارة. اقول له يسود المناخ الحار معظم انحاء الوطن العربي، ما عدا الاجزاء الشمالية تتميز بمناخ ايه؟ معتدل. طيب نمو الحشائش المعتدلة في اقليم مناخ البحر المتوسط، الحشائش المعتدلة اللي هي الاستبس. النتائج اللي حصلت لما حشائش الاستبس دي بتنمو في اقليم البحر المتوسط، مين اللي بياكلها؟ الاغنام والماعز. يبقى اقول له ايه؟ تقوم عليها تربية الاغنام والماعز. يقول لي ايه اللي حصل على غزارة الامطار فوق المنحدرات الجبلية باقليم البحر المتوسط؟ لما بقى فيه امطار غزيرة فوق الجبال اللي هي عند البحر المتوسط، ايه اللي حصل؟ نمت الغابات الايه؟ الغابات المعتدلة. نمو الغابات المعتدلة فوق المنحدرات الجبلية. نمو الغابات المعتدلة فوق المنحدرات الجبلية. بيقول لي دلل، اثبت، هالدليل على الكلام ده. هالدليل على ان بيتأثر المناخ بالبعد او القرب عن المسطحات المائية. اجيب له مدينة، اجيب له دليل اللي هي مدينة قريبة ومدينة بعيدة. اقول له المناطق القريبة من المسطحات المائية تتميز باعتدال المناخ زي مدينة اسكندرية، والمناطق الداخلية تكون شديدة الحرارة صيفا وشديدة البرودة شتاء زي مدينة الرياض. اسكندرية قريبة والرياض بعيدة. بيقول لي يؤثر الموقع الفلكي في مناخ الوطن العربي. اقول له ترتفع درجة الحرارة في المناطق القريبة من دائرة الاستواء وتنخفض كلما ابتعدنا عنها، لذلك يسود المناخ الحار معظم أنحاء الوطن العربي ما عدا الأجزاء الشمالية تتميز بمناخ معتدل. تمام؟ أو على طول ممكن أقول لما يجي يقول لي يؤثر الموقع الفلكي في مناخ الوطن العربي دلل، أقول له يسود المناخ الحار معظم أنحاء الوطن العربي ما عدا الأجزاء الشمالية تتميز بمناخ معتدل. بعد كده بيقول لي دلل، اثبت، يؤثر اتجاه الكتلة الجبلية على توزيع كمية المطر. احنا قلنا الجانب المواجه للرياح بتسقط فيه امطار غزيرة، والجانب التاني اللي مش مواجه بتقل الايه؟ الامطار. اقول له لان سفوح الجبال المواجهة للرياح المحملة ببخار الماء تسقط عليها الامطار بغزارة، اما السفوح الداخلية تقل بها كمية الامطار. يقول يختلف النبات الطبيعي حسب كمية المطر في الإقليم الصحراوي. النبات الطبيعي بيختلف حسب كمية المطر في الإقليم الصحراوي. أقول له تنمو الأعشاب القصيرة في المناطق قليلة الأمطار، وتنمو النباتات الشوكية في المناطق نادرة المطر. يقول لي دلل، اثبت ان التنوع المناخي له تأثير اقتصادي إيجابي. احنا قلنا تنوع المناخ بيؤدي ايه؟ لتنوع الموارد الطبيعية. ادي حيث يؤدي الى تنوع المحاصيل الزراعية من مكان لآخر، تنشيط السياحة البيئية، تحقيق التكامل بين الدول العربية من خلال تبادل المحاصيل والمنتجات. بكده نكون خلصنا الدرس الثالث في الوحدة الأولى. تمنياتي بالنجاح والتوفيق، مستر أحمد الباشا.